بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مريضة عمرها 57 سنة، شكت من نزف عن طريق المقعد وألم في أعلى البطن. سوينا لها الفحوصات اللازمة فتبين أنه عندها ورم سرطاني بالقولون. سوينا لها العملية التالية: استئصال القولون الصاعد وثلثين القولون المستعرض. الورم السرطاني هذا اللي موجود هو في انحناء الكبدي اللي فتحنا عليه قبل شوية. هسه اللي شلناه جزء من الأمعاء الدقيقة، وحتى الزائدة الدودية هم شلناها هاي، والقولون الصاعد والانحناء الكبدي اللي سبلينيك فلكشر اللي هو الورم السرطاني بي، وثلثين القولون المستعرض مع المساريق والغدد اللمفاوية كلها. هذا النموذج ندزه للفحص النسيجي، وبناء على نتيجة الفحص النسيجي تأخذ العلاج اللازم. بسم الله الرحمن الرحيم. سرطان القولون. أنا الدكتور منذر عايد الحنظل، طبيب جراح استشاري في مستشفى مهرباني أربيل. جتنا مريضة مصابة بورم القولون، وكانت تشكو من نزف من المقعد بالإضافة إلى ألم في أعلى البطن وانسداد الأمعاء. أجرينا لها عملية استئصال القولون الصاعد وثلثين القولون المستعرض اللي تسمى بالاكستندد رايت هيميكولكتومي، وربطنا القنوات الأمعاء المتبقية من الجهتين لكي تستمر القناة الهضمية، وهي الآن بحالة جيدة. دكتور، ما هي أسباب مرض سرطان القولون؟ أسباب سرطان القولون هو متعددة، من ضمنها الوراثة. أول شيء قسم من عندها وراثة. الشيء الثاني طبيعة الأكل والطعام، وخاصة اللحوم وغيرها الحمراء، وبالإضافة إلى المواد المشعة التي والمواد المعبأة والكنينج فود. هاي واحدة من الأسباب اللي تسبب سرطان القولون، واللي هو منتشر في مناطقنا في الوقت الحاضر. ما هي خطورة مرض سرطان القولون؟ إذا ما سوينا عملية للمريضة وبقت، فراح تؤدي إلى انسداد الأمعاء. بهذه الحالة راح تنتفخ البطن وتؤدي إلى تسمم الجسم بالمواد السامة، بالإضافة إلى أنه ينتشر المرض إلى الكبد وإلى الأعضاء الأخرى ويؤدي إلى وفاة المريض. ما هي أنواع ومراحل سرطان القولون؟ عدة أنواع، يعتمد على المكان اللي ينشأ من عنده. فقسم موجود في الجهة اليمنى من القولون الصاعد، وقسم في القولون المستعرض، وقسم في القولون النازل، وقسم في القولون السيني، وقسم في المستقيم. تعتمد نوع العملية على مكان الورم اللي يكون في هذه الأجزاء من القولون. دكتور، هل سرطان القولون قابل للعلاج والقضاء عليه؟ إذا أثبت أنه السرطان في بدايته وموجود، العلاج إلى فقط هو الاستئصال. لكن إذا منتشر إلى الكبد وإلى أجزاء أخرى، فيعطى العلاج الكيميائي مبدئيا إلى أن يصغر ويتجمع، وأيضا نعود ونجري له العملية اللازمة. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. میهرەبانی، دڵسۆزی و لێزانی.